معكم دكتور محمد محروس. النهارده هنتكلم عن ثقافة الحضن. الحضن هو أكتر من مجرد فعل، هو لحظة بتجمع فيها المشاعر كلها في لمسة واحدة. في كل حضن بتحس إنك مش بس بتقرب جسديا من حد، لكن كمان بتقرب عاطفيا روحيا. الحضن هو وعد صامت بإنك مش هتكون لوحدك حتى لو ما قلتش كلمة. لما بتحضن حد بتحس ان في جزء منك بيلاقي راحته، كأن الحضن ده جسر بيربط بينك وبين الشخص اللي بتحبه، جسر من الثقة والطمأنينة والدعم. الحضن بيخلق مساحة صغيرة لكن مليانة بطاقة كبيرة جدا، بتحس فيها انك قادر تنسى كل اللي شغلك وتعيش لحظة بكل عمقها. بتلاقي نفسك مرتاح كأنك في بيتك الحقيقي، البيت اللي بتحس فيه الأمان والسلام اللي مش بيتشاف من البعض. الحضن بينقل طاقة إيجابية ضخمة بتسري في الجسم زي تيار دافي. الحضن بيشحن روحك بطاقة بتطرد أي مشاعر سلبية، وبيخليك تحس بسلام داخلي بيمتد معاك حتى بعد انتهاء اللحظة. الطاقة الإيجابية دي مش بس بتريح نفسك، لكنها بتخليك تشوف الحياة بمنظور أخف، وكأن كل حاجة ممكن تتحل بالطاقة اللي الحضن بيمنحها. الناس اللي بتتجنب الحضن أو ما بتفهمش قيمته فاقدة لتجربة إنسانية عظيمة. هما ممكن ما يعرفوش إن الحضن بيبني جدران غير مرئية من الحب حوالينا، بيحميها من مشاعر الوحدة والانعزال. الحضن بيقولك أنا هنا، وبيحسسك إن في حد مستعد يشاركك كل حاجة من فرحك أو وجعك من غير ما ينتظر منك مقابل. وكل ما الحضن يكون صادق ونقي كل ما هيكون ليه أثر أعمق، لأنه مش مجرد تقارب جسدي لكن لقاء أرواح، بيحسسك إنك متشاف مفهوم محبوب زي ما أنت. مفيش حاجة ممكن توصل المعنى ده بنفس قوة الحضن. في اللحظة اللي الحضن فيها بينتهي بتحس إن في حاجة اتغيرت جواك، كأنك اتشحنت بطاقة جديدة، كأن الدنيا بقت أخف فجأة. الحضن مش بيحل مشاكل لكن بيخليك جاهز إنك تواجهها بإحساس إنك مش لوحدك. النهاية الحقيقية لأي حضن مش بتكون بانتهاء اللحظة نفسها، لكن في الأثر اللي بيسيبها جواك. كل حضن هو تأكيد إننا كبشر بنحتاج لبعض، وإن الحب الاحتواء والدعم هم أجمل وأقوى الأسلحة اللي نقدر نواجه بيها الحياة. في كل حضن بنعيد اكتشاف قوتنا الحقيقية، إننا دايما هنكون أقوى وإحنا مع بعض.